في ناس وجودهم بيعدي بسرعة، بس لما بيمشوا بيسيبوا فراغ صعب يتملي. أنا المخرج أحمد توفيق، ودي صفحتنا اللي هنتكلم فيها عن فنانة ما تتكررش. هي هالة فؤاد، اللي دخلت قلوب الناس من أول لحظة ظهرت فيها. ما كانتش بتحتاج كلام كتير، نظرة واحدة منها كانت كفاية. رغم إنها خريجة كلية تجارة سنة 79، بس قلبها معرفش الحسابات. اختارت الفن ومشيت وراه بخطوات ثابتة. كبرت وهي بتتنفس ريحة السينما في بيتها. أبوها المخرج الكبير أحمد فؤاد كان بيصور دايما جوه البيت، بيستضيف نجوم وأبطال، ومن هنا اتولدت جواها شرارة الفن. بدأت بأدوار صغيرة، لكن من أول ما ظهرت في عاصفة من الدموع الناس حست إن في نجمة جديدة جاية تسيب بصمتها. ومع مين؟ نجم الجيل وقتها محمود ياسين. بدأت تطلع بسرعة بخطوات واثقة وشخصية متميزة، وفي عز صعودها دخل الحب حياتها. قابلته. مين هو؟ أحمد زكي. حب كبير، كان بيقول عليه حب عمري. اتجوزها سنة 83 وجابت له هدية عمره، هيثم. لكن التمثيل كان دايما أولوية في حياته، وهي كانت بتدور على الاستقرار والحنان. ومع الوقت البعد جفا والفجوة زادت بينهم لحد ما قرروا يفترقوا. بعدها اتجوزت من عز الدين بركات، خلفت ابنها التاني رامي. قررت تسيب الأضواء وتلبس الحجاب، كأنها كانت حاسة إن الرحلة قربت تخلص. رحلت وهي في عز شبابها، لكن سابت وراها ذكرى ما تتمسحش أبدا. سابت في قلب أحمد زكي وجع عمر. هالة فؤاد الجميلة اللي عاشت بسيطة وسابت الدنيا وهي لسه بتضحك، بس ضحكتها لسه بتعيش بينا زي نسمة حلوة ما تختفيش. دي حكاية من حكايات زمن الفن الجميل اللي مليان بأسرار وخبايا كتير. خليكم معانا وانتوا هتعرفوا الأسرار دي. سلام.